الأجواء والكواليس لنجاح الاجتماع النهارده؟ حاجة واحدة بس، الاحترام للحاضر، واحترامه الموجود، احترامه لأنفسه، ثم الصدق في الكلام والاحترام لكل كلمة تخرج، فبالتالي يكون هناك في اتفاق ونجاح لأي شيء. الالتزام والاحترام والصدق وإنكار الذات، كل ده اللي حصل النهاردة. وديك شفت انت كوكبة من تمثل 71 صوت أو أكثر في اتحاد الكورة، اتفقوا على مبادئ وعلى بنود، وكلهم طالعين بيبوسوا بعض وقعدوا مع بعضهم. هي دي اللي أنا بسميها الاحترام. الحاجة الثانية إنكار الذات. ليس لك غرض من أي شيء بيتعمل إلا ابتغاء وجه الله تعالى، وهذا ما كان. نحن لا نبتغي في ترشيح ولا نبتغي في أي منصب ولا نبتغي أي حاجة أبدا، فبالتالي كانت كله نجاح. إنكار ذات. اولا اجتماع مثمر ما شاء الله، الحضور كان اكتر من 53 54 نادي من ال 70 نادي اللي هم ممثلين الصعيد. الحمد لله برضو انتهت لشبه قرارات عليها شبه اجماع من الناس كلهم، انه اولا لازم انا كصعيد يبقى لي على الاقل واحد او اثنين او ثلاثه ممثلين ليا في اتحاد الكوره، وده حد ادنى. انا النهارده 70 نادي بمثل ثلث الجمعيه العموميه كامله، فالحد الادنى يبقى ليه على الاقل برضه تلت، او على الاقل مش لازم بقى تلت، ليه ممثل من ابناء الصعيد. وهنا بقى بعد اذنك لما اقول ابناء الصعيد، اللي هو عايش معايا في الصعيد، مش ابن الصعيد وعايش في القاهره، محسوب عليا في الصعيد، لكن انا عايز اللي عايش معايا في الصعيد. طبعا احنا اجتماع النهارده طبعا احنا زي ما قلنا انه اجتماع تحضيري او تمهيدي لاجتماع يوم 1/4 ان شاء الله، لان جدول اعمالنا يوم 1/4 في العديد من المواضيع، منها مناقشه بعض بنود اللائحه اللي هتتعدل، ومنها طبعا الموافقه على البند 8 سنين من عدمه. فان شاء الله احنا توفقنا النهارده لخطوات كتير، منها ان احنا هنعزل موضوع يعني هنعزل قصص الترشيح كلها عن يوم 1/4، لان 1/4 هنخصصه ان شاء الله لمراجعه اللائحه ومراجعه بنود اللائحه واختيار مرشحين اللي هم اللي هيديروا لجنه اداره الانتخابات لدى الاتحاد المصري لكره القدم. انه الصعيد زي ما تعرف حضرتك طول عمره مظلوم. تمام، احنا 71 نادي، يعني بنمثل ثلث اعضاء الجمعيه العموميه لحق التصويت. لو اجتمعنا على ناس من عندنا قادرين ان نستطيع ان هي ننجح على الاقل 2 أو 3 في اعضاء المجلس اتحاد كره القدم المصري، لانه لازم اي حد يكون من الصعيد يرعى مصالحنا. لان احنا السنين اللي فاتت حضرتك بيجي العضو بيكلمك قبل الانتخابات واهلا وسهلا والكلام ده، تيجي ينجح وفر المطالب، في عايزين كذا، في مشكله معانا، ما بنسمعش حد خالص. فانا شايف انه ده طبعا بيكون انذار شديد اللهجه لاي حد انه الصعيد موجود. احنا 71 نادي وقررها ثلث اصوات الاتحاد اللي ليها حق التصويت، فلازم طبعا ان ما كانش عندنا الثلث ونقدر ننجح ناس عندنا يبقى نلعب فينا احنا بقى. وانا بقول لكل الناس اللي كان بيحضر السنين اللي فاتت مش هيتكرر. الرابطه ناس محترمه والانديه ناس محترمه، اعضاء مجلس الاداره ناس محترمه، ومش هنسيب اي حد يلعب بينا ثاني. من اهم الايجابيات ان جمعيه عموميه، جزء من الجمعيه العموميه اللي هو انديه الصعيد متكاملين متكاتفين، عايزين لهم هدف، ليهم المصلحه العامه، بيدوروا على المصلحه العامه، وده كان باين في كم الحضور اللي كان موجود. يعني بصراحه انا ما كنتش معتقد ان الكم هيكون بالحجم دوت، حجم كبير. ده ياكد ان كلهم ليهم هدف واحد، هدف ان هم يرتقوا بمستوى الصعيد في مستوى الكره، لان الصعيد بجد عنده امكانيات عاليه، عنده طاقات بشريه كتير، عنده لعيبه على اعلى مستوى، بس عايزين اللي يهتم بيه. بصراحه في ايوه تكاتف غير مسبق، وان شاء الله يجني ثماره. احنا عايزين بس حتى اعضاء جمعيه مجلس الادارات اللي جايه ان شاء الله تعمل حساب بس ان الصعيد ده كيان مش مهمش ولا له اي لازمه ولا في اي حاجه خالص فيه. يعني احنا كان عندنا رئيس اتحاد والراجل كان ضد 10 زي ما بيقولوا. يعني كده الاجتماع الرابطه بتاع الاقصر من سنتين، بس المره دي كان اكثر تنظيما والاهداف محدده وواضحه والناس اكثر ترابطا، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله يعني يكون في نتائج ايجابيه باذن الله ان شاء الله في الاجتماع اللي احنا ناويين عليه في 1/4 ان شاء الله باذن الله، والكل يصعد في الجمعيه العموميه باذن الله ان شاء الله. تشتعل رابطه انديه الصعيد من اجل الوصول الى مقاعد الجبليه. محمد صلاح مبارك، اصل الكوره LTC.